فانه خبروني انه الاستاذ هيثم حقي محتاج لمساعدتك، وقلت انا لي الشرف، ليش لا، وهي تجربه وتحدي. نعم. فتت باول تجربه الحقيقه كان مسلسل الثريا، وجبت اول اصوات اللي فوتها انا على الشارات. وهلا هي استاذه كبيره، وبفتخر انه كانت لي الشرف اني اتعامل معها باول تجربه، الاستاذه لبنى قنطار. نعم. كانت وهلا هي بتدرس بالمعهد العالي. كان صوت اوبرالي مع خلفيه موسيقى، خليني اقول اقرب للكلاسيك، مع لحن شرقي، مع سولويات عود، مع خلطه عجيبه غريبه بديت فيها وحبوها العالم، قبلوها. وبظن انه بدي بقى منهج ثاني من لون للموسيقى التصويريه، اللي هو الشارع، في عليها مقومات موسيقيه لا تخضع للظرف التجاري، وانما الفن لاجل الفن. وبدأ هذا التعاون مع بعد ذلك خان الحرير، سيرة الجلالي، وذكريات الزمن القادم. راح نمر بأسئلة عن الدراما والموسيقى، بس يعني بعبارات مختصرة. كم تعطي للموسيقى من نسبة في نجاح العمل الفني في الدراما السورية؟ بعطي نسبة فشل العمل الفني 100% إذا كانت الموسيقى فاشلة. يعني إذا كان أنا بعرف أعمال قدرت الموسيقى إنه فعلا تفشلها. أوف، لهالدرجة. وبقول إنه الموسيقى التصويرية الناجحة لازم يعني أنا بعمل جهدي إنه تكون هيك. لازم إنه أنت ما تحسيها على قد ما هي تكون موجودة. في حال انك سحبتي الموسيقى يسقط المشهد. نعم. فهذا دور كثير كبير للموسيقى، اللي هو الليفت اب من ناحيه. نعم. ومن ناحيه ثانيه في له دور درامي كثير كبير. هذا بيصير بمراحل تناغم ما بين الموسيقي والمخرج. نعم. وهذا انا كنت امن انه يجب ان يكون هناك هارموني بالبدايه ما بين المخرج والموسيقي، مثل ما المخرج والممثل وبقيه نعم. العناصر، لحتى يقدروا يوصلوا لخط درامي مختلف تماما. انت بتشوفي الممثل عم ينط وبيقعد، وبتسمعي الموسيقى عامله هيك. هذا اذا كان مسخر صح انا برايي فهو دور هام جدا للموسيقى بالدراما. نعم. تعاملت مع اسماء كثيره، يعني من المخرجين، من كتاب كلمات، من شعراء، خلينا نقول، من ايضا اصوات. نعم. تقرا النص كما قرات يعني بحواراتك، تقرا النص كله او تحاول ايضا تشوف رشز او حلقات من المسلسل. قديش انت بتحاول يعني بتوصل، خلينا نقول يعني المنتصف المسافه بينك وبين المخرج، بينك وبين المنتج، بينك وبين النص؟ راح نلتقي بعد قليل مع الموسيقي طاهر مملي. نحكي على الاستاذ طاهر مملي. بنرتاح، بنفوت لجوا، بنعمل بروفا ثانيه قدها. دينا زنوا صح. فين الحفله؟ فين؟ بعد الحفله. أنا بعتقد إنه نحن من عدد من السنوات مع تطور الدراما أصبحت الموسيقى هي أحد أهم العناصر الفاعلة، والموسيقى بتقدر تطلع بعمل درامي أو بتقدر تكون هي واحد من عناصر هبوطه. يعني حتى انا استغربت وقت قالوا لي انه هو موسيقي. بس يا اخي ما بيرد على تليفوناته هالمره. اوكي، خميس الحفله. يعني في عالم كثير مسؤولين عن تطور الدراما بسوريا، فاحد هي العناصر هو طاهر مملي بالموسيقى اللي بيقدر يعملها.
تدخل موسيقى بالعاده ما كانت الناس تقدر تستوعبها. نرجع لسؤالنا وحتى ما نفلسف السؤال كثير، كيف بتصيغ موسيقاك؟ كيف تقرأ النص؟ كيف مع التدخل أو بدون تدخل المخرج أو المنتج؟ وخصوصا يعني أنك بتشتغل كثير، يعني العام، قصدي السنة اللي فاتت احنا بنقول بالخليج العام، يعني عملت أكثر من 8 مسلسلات، يعني كيف تقرأ كلها النصوص؟ يعني الخشب أول شيء عندي زجاج ما يصلح، بس كيف يعني بتقرأ النصوص؟ لا هلا اول شيء عم تمشي على موضوع انت بعرف، بس انه هذا بدك قولي لي السنه القادمه ما حاشتغل، يعني اذا كان بدي لا جاوبك، عيوني مش اذا بدي جاوبك حارة. على كل شيء بدك اياه. اما اذا بدنا نحكي على قصه قراءه النصوص، فحقيقه انا كنت استمتع، عم اقول كنت، وهي وحده من الاعترافات، ايه. كنت استمتع لما عم بكون عم بقرا النص، لانه كان في عندي نصوص كثير مهمه، وقريت نصوص كثير حبيتها وعشقت النصوص قبل ما اشوف اي شيء او قبل ما اعمل موسيقى. منها النصوص اللي كثير يعني بقدر اقول لك اياها، واحد بيناتها عصير دمع، واحد بيناتها كل نصوص دكتور وليد سيف اللي اشتغلت عليها، صقر قريش والان تمام، التغريبه الفلسطينيه، وزير سالم نعم، للمرحوم ممدوح عدوان. نعم. فمؤخرا انا عندي مشكله، يا اما انا ضاقت خلقي من الحياه يمكن، او انه فعلا الشباب فقدت الدهشه مع النصوص. فقدت الدهشه مع كل شيء بالحياه، بس انه مع النصوص بالتحديد مرحله صعبه هذه. خلينا مع النصوص الحين. خلينا مع النصوص. انه النصوص اللي عم بقراها حقيقه ما عم بتكون مثل السحر اللي كنت احسه بين الورق سابقا. وهي انا بظنها مشكله الدراما مؤخرا بسوريا، واخشى ما اخشى انه تكون بالوطن العربي، انه ما عم نشوف نصوص سويه عاليه، والنص الجيد هو النص اللي ما فيه مشاكل يعني. فنرجع لنقطتنا، فكنت اقرا النص استمتع فيه وحبه وشوفه، حتى احس المشاهد حسها كيف ممكن تكون، وبالتالي ابني على ضوء ما عم بقرا تصورات موسيقيه خليني اقول. نجي نتناقش فيها انا والمخرج، وبقى من هون بتبدا عمليه القتال. خصوصا اذا كانت ذائقه المخرج محدوده. ليش عم اقول قتال؟ يعني صادفت مشاكل لا زلت عم صادف. تعطي مثال؟ عندك شجاعه تعطينا مثال؟ يعني بعطيكي مثال على كل المخرجين اللي ما اشتغلت معهم. لا بعطيكي امثله كثيره يعني على اسماء كبيره، بس انه هي لسه قبل ما نوصل لمرحله المنتج. هلا المنتج كمان بيتدخل، كمان بعطيكي امثله كمان اذا بدك. خلينا عطنا مثال الحين، خلي ما دام دخلنا بالموضوع يلا اعطيني امثله انت، يكون عندك شجاعه، واعطيني امثله انت. ايه، وقولي لي مين. رح اعطيك اسماء يعني. ايه طب اوكي، لا انا رح اقول لك مين. ايه. اولا في مخرجين انا كثير بحب اتعامل معهم، وهن بيعطوني مساحه كامله، انه انت اول شيء انا بهمني انك انت مآمن بموسيقي طاهر ماملي جبته عم يشتغل نعم. خلص، فاذا خليه هو يعمل الموسيقى ويشوف شو احسن شيء بيقدر بيقدم لك اياه، يعني هيئ له المناخ ليعمل احسن ما عنده. نعم. هلا هدول المخرجين بقول لك اخر شيء كنت عم اشتغل مع الاستاذ سيف سبيعي عن الخوف والعزله. عن الخوف والعزله. والعمل الاخير اللي هو حكايات غروب الميوزيكال، كنت انا مرتاح جدا، مع انه هو عنده ذائقه عاليه جدا ويميز الموسيقى ويغني وهو موسيقي، فانا كنت مرتاح كتير. عملتوا هالسباعيه، خلصتوها؟ عملنا السباعيه، وانا كنت مرتاح بالتعامل، انه كنت عم بعرف الشيء اللي عم بعمله عم ينسمع. هلا لطالما انه بدنا نقول الفن رأي، فمعناته اكيد لك الحق تقولي رايك. نعم. بس لما تكوني بتستمزج كمان في تمام حالة. بس تكوني انك مانك مختصه بالموسيقى وتيجي تقولي لي بس هي الموسيقى فيها العود مو ظابط مثلا. اولا وفي مخرجين قالوها. اولا انه بيكون انه العود ما له وجود مبدئيا. اثنين انه ظابط ومو ظابط هي انا بحددها، مو المخرج ولا المنتج ولا اي حدا ثاني، اذا مو ظابط فهو اسمي بالاخير ومسؤوليتي. نعم. ثلاثه، وهي بقى هي مشكله مو المخرجين ولا المنتجين، مشكله الشارع حتى. يعني اوقات في كثير اعمال انا قدمها للعالم وما فيني اذكر لك الجمهور العربي هلا باسمائه، بس انه في يحبوا شغلات انا يعني يكون عندي تحفظ عليها، انه منا الفلجه العظيمه مع اني انا عاملها، مثل ما انه اكون عامل فعلا اعمال اهميه عاليه جدا بالموسيقى والفن والى اخره من جهد. إيه؟
وما تاخذ الحظ والنصيب اللي هي مثل بتستاهله. شو؟ مثل شو؟ مثل ايام متمرده، السنه اللي اشتغلت فيها الزير سالم. الزير سالم حققت نجاح ويا لطيف من باهر. الزير سالم المعدله اذا بدك، يعني اذا كان عم تدوري على، بعرف اوقات بتحبوا هدول القصص. لا. فاذا عم تدوري انه قال لك انه مين كان المخرج حاتم علي، نعم، وكان المخرج الزير حاتم. سالم نفسه نعم. شخصيا اللي هو استاذ اللي هو حداد صار اسمه الزير سالم وقتها، كان هو مشرف على العمل. نعم، العمل. فهن ما حبوا الشيء اللي انا عملته بالبدايه، لاني انا كنت عم بقرا النص عم بحس باهميه العمل، ملحمه كبيره من الموروث عم الشعبي تماما. وشيء. فتناولت الموضوع من هالوجهه النظر، وكان في عندي استاذه كثير كبيره وصديقه وبحبها وبثق برايها اللي هي السيده نائله الاطرش، فقالت لي طاهر تماما انت عم تشتغل بالخط الصح. ووايز بيقول لي اولا المخرج انه بس هي الموسيقى انه كذا. استاذ حاتم علي. نعم. وبوجه له تحيه ايه طبعا نوجه له. لانه له الفضل بانه كمان انا كل شيء عملته، اهم الاعمال اللي عملتها هي كانت من اخراجه. نعم. والاستاذ سلوم حداد، وهو له الفضل كمان بانه حقيقه صرت انا احترم واثق لما بيقول لي رايه بيقوله بصدق. يعني يوم اللي ما بيحب الموسيقى هو نعم. بعرف انه فعلا عم بيحكي، بس يوم اللي بيقول لي طاهر يعطيك العافيه على العمل، مثلا الدوامه اخر شيء عملته او حتى نعم. زارت نرجس، فبعرف انه هو يصدقني الكلام، وهذا ما نحتاجه حقيقه نعم. بالوسط الفني. كنا استاذ حاتم كان عنده ملاحظات والفنان تماما سلوم على حداد. الشارة الأولى للزير سالم، فأنا قلت خلص راح أربط الموسيقى محل ما بده صاحبها، وغيرت الشارة كنت عامله باحساس ملحمي تماما، وصارت الزير سالم، وإلى صار خصوصية ثانية. بنفس السنة كنت عامل أيام متمردة اللي هو كمان أيضا عمل مختلف تماما. نعم، مع الاستاذ هيثم حقي.